مساء الخير كل متابعيني الحلوين. ربنا يخليكم ليا، سعيدة بيكم جدا جدا. بجد مش عارفة أشكركم إزاي. ربنا يخليكم ليا حبايبي يا رب. النهاردة خلاص رمضان على وشك الانتهاء. كل يوم برضو في حيرة الأكل. هنعمل أكلة جميلة جدا وخفيفة جدا وسهلة جدا ولذيذة جدا بجد. الباذنجان العادي الأسود بتاعنا ده، وفي منه الكبير الحجم ده، وبصل ما يعادل 4 بصلات من الحجم ده، 5 مفيش مشكلة، ونص كيس فريك. انا بجيب الفريك اغلى انواع الفريك لان ما بعرفش انقيه، لازم يبقى نوع جيد قوي، ما يبقاش فيه زلط، ما يبقاش فيه اي حاجة خالص، يعني فريك من نوع جيد جدا. وعندي التوابل بتاعتي اساسي بقى طبعا. الاكله دي والوصفه دي اساسي فيها سماق كتير، يعني معلقتين 3 صغيرين زنجبيل، توم، بصل باودر، وتمنة قول مثلا طرف المعلقه قرنفل، بردقوش نص معلقه صغيره، ملح، مش هحط اكتر من كده، مش هحط بهارات. انا تركيزي على السماق التحفه ده. بداية انا هحط معلقة سمنة كبيرة، بس اغير العين لان البوتاجاز هنا النار واطي عليها شويه، وهحط عليها البصل. ياخد تقليبتين كويسين كده. يعني يقرب بس ان هو يحمر شويه، ونحط الفريك وبعدين نحط التوابل عليها. انا الاكله دي انا عايزه اعمل منها ايه؟ عايزه اعمل منها سندوتشات محشي. يعني ايه بقى سندوتشات محشي؟ يعني انا جايبه ده، انا هحط رق من الفريك تحت، وممكن احط مثلا معلقه لحمه مفرومه في النص، وكمل الفريك بالبصل. ممكن واحده تانية انا احط من تحت لحمه مفرومه او فريك، واقطع حته سجق احطها فيها، يبقى كده انا كده عملت انا طبق او كذا طبق في كذا صنف اكل. الفريك والبتنجان المحشي والنوع بقى اللحوم اللي معاه، حطيتها كلهم في قالب واحد، وكل واحد معاه طبقه، واكلت كل العناصر فيه. الفريك موجود فيه، اللحوم، اللحمه المفرومه، السجق، في كلاوي، ممكن احط قطعه كلاوي احطها جوه اللي هو ساندوتش البتنجان ده، واكمل عليه ونكمل السلق بتاعه. كده خلاص على وشك. انا بحب الحلل دي جدا على فكرة، بتنجز معايا يعني اكتر من الحلل التيفال، يعني عندي والبايركس. انا دي يعني بتنفعني وبتنجز معايا، انا بحبها. ومش الومنيوم مثلا، مع ان في حاجات الومنيوم لازم نشتغل بيها. يعني الكنافة انا ما بنصحش انها تتعمل بحاجة غير الصواني الالومنيوم. بصراحة الكنافة النابلسية كمان بالذات بقى ما ينفعش تعمل غير بالصواني الالومنيوم. لكن لو هنعمل كنافة بالكريمة وهندخل في الفرن عادي مش من فوق البوتاجاز كده، خلاص اوكي الدنيا بتمشي. خلاص كده بقى مرحلة احط التوابل واقلبها، وابتدي احشي بيها بقى، اعمل بيها سندوتشات المحشي. هبدأ اول حاجة، هو خلاص دي كده خلصت، ناخد معلقة اهي، مش هندخل لجوه قوي قوي، ناخد وحدتين سجق اهم، وكملت فريك، وابتدي ارص في الطاجن. واحدة كمان، واحدة كمان فريك،
هاخد بقى ايه واحدتين كلاوي 3 كده وادخل ده فريك مش رز يا جماعه. لو ضغطنا لجوه قوي ما حدش يقلق يعني. كده ادي الناحيه التانية اللي بالكلام. كده انا خلصت الكميه كلها. ابتدي بقى احطها على البوتاجاز. طبعا نار بسيطه. احط بقى الملح. طبعا اساسي فيها السماق، مش هنحط ميه كتير، هي مش بتستحمل لان ده فريك ومش بيستحمل سماق بقى يعني، على قد مش على قد ما نقدر. اصل انا بحبه قوي، هي دي الاكله دي اساسها سماق يعني. ابتدي انزل بقى كوبايه ميه. بسم الله. طبعا انا ما حطيتش كمون على الخلطه بتاعت الفريك. بص بقى الحبه دول اللي فاضوا مش هينفع احطهم بقى في كيس ولا في حاجه. كلاوي على سجق على فريك بقى نحطهم فين. بصوا بقى الحته الجميله الاموره دي، كلاوي على سجق على حاجه. طبعا هي كل واحده بتنجانية من دول في جواها سجق، في جواها كلاوي، جواها لحمه مفرومه. المهم هي يعني كل حاجه دول بس اللي فاضوا انا حطيتهم كده بقى فوق الوش كده يعني. بصوا وجبه فعلا من الاخر يعني، وهم ملهاش حل في منتهى الجمال. طبعا دي ما بتحطش على الخلطه بتاعتها كمون، ده مش المحشي اللي هو بالخضره الخضره اللي هي البقدونس والكزبره والحاجات، لا الكلاوي ولحمه مفرومه يعني، هي كامله العناصر من كل حاجه. اغطيها بس يعني. بصوا هي من الاخر بقى كده يعني اكله وهم بجد يعني. اغطيها بقى ونستنى عليها كده ربع ساعه، مش هتاخد كتير يعني، ربع ساعه بالكتير قوي. طبعا الخلطه دي مش بتحط عليها كمون خالص، دي مش الخلطه بتاعت المحشي اللي عليها الخضره والشبت والبقدونس والحاجات دي. خلاص المحشي كده على وشك يعني، هقفل عليه. نقفل عليه مع بعض اهو. ولقيت فيها انا عندي بتنجان كتير بعمل بيه يعني وصفات كده، فقلت باخد كام واحده كده هعملهم سلطه، فشويتهم ونعمل بيها سلطه كده وملح وكمون وشويه ليمون وخلاص تبقى جميله جدا. هقشره بقى سخن قوي، هقشره على قد ما اقدر. انا بحب اسيب فيه قشر مشوي عشان بيدي طعم الشوي خالص. تحس ان البتنجان او السلطه اللي بتاكليها تحس ان هي مشويه، بتاكل حاجه مشويه. لا افضيه وارجع لكم. خلاص اهو انا قطعته. بص تقطيع عشوائي خالص اهو. بصوا يعني انا عندي وقت 10 دقايق تقريبا والاذان خلاص هيبدا، فبعمل طبق سلطه جانبي اهو. قطعته، احط عليه شويه ملح وكمون، معلقه خل، وخلاص كده بقلبهم على بعض خلاص وبفضيهم واتعمل طبق سلطه في منتهى الجمال. خلاص كده المحشي خلص، وهحطه في السيرفيس زي ما هو، كل واحد ياخد منه اللي هو عايزه. وانا عندي بقى كان فيه بسله وكام قطعه لحمه كده، وده الترشي والبابا غنوج، من اي حاجه نعمل منها. وده كان اكلنا النهارده. يا رب المحشي ده يعجبكم، ده دمار، جربوه واشوفكم على خير. باي باي.